بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم مع سفير أبخازيا بدمشق محمد جلالوفيتش علي آفاق التعاون العلمي والبحثي والثقافي وبناء القدرات والموارد البشرية والمنح الدراسية. كما بحث وزير النقل زهير خزيم مع السفير الأبخازي سبل تطوير علاقات التعاون في مجالات النقل. وناقش الجانبان تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومواكبة التطور الذي تشهده العلاقة السياسية بعلاقات اقتصادية وتجارية تكون ركائزها بناء استراتيجية مشتركة بين قطاعات النقل الحيوية، وبالأخص خط النقل البحري بين المرافق السورية والأبخازية. وأشار الجانبان إلى ضرورة استثمار الموارد التي يتمتع بها البلدان في خلق بيئة اقتصادية وتجارية وتشجع حركة التصدير والاستيراد. وبين خزيم استعداد سوريا لتقديم كل التسهيلات لتحقيق علاقات وثيقة في مجالات النقل ووضع آلية مشتركة للتواصل وفق القنوات المدروسة، بما يبسط إجراءات العمل وييسر عملية تبادل المعلومات والعمل المشترك ويسرع وتيرة تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين، ويعزز دور رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الصديقين.